سلام البنات، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم قرص ولا قراش البلديين. عندنا هنايا كيلو ونص ديال الفورس، عندنا كاس مع عامر ديال السكر، عندنا نص كاس مخلط ما بين النافع والزنجلان. كنحتاجو هنايا 5 ديال البطاطا يكونوا صغار، كنسلقوهم بالقشره ديالهم وكنقيوهم. كنزيدو معاهم 2 حبات ديال الفرomاج، معاهم كاس ديال الحليب دافي وكنطحنوهم. نزيدو هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وكنكبو داك الخليط اللي طحنا ديال البطاطا والفرماج والحليب وكنبداو نعجنو فيهم. ما نساوش الملحه، كنديروا شويه الملحه صافي وكنبدا نعجنو. احتاجينا هنايا نص لتر ديال الحليب. بعد ما كدفيناه خدينا كاس اللي طحنا به وكنبداو نعجنو. الا ما قدناش الحليب كنزيدو الماء دافي صافي. كتجي العجينه على هاد الشكل، كنبقاو ندلكو فيها حتى كتجمع لينا. العجينه ديال الكرص ما كتكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه في نفس الوقت صافي. من بعد ما دلكناها كنجيبوا واحد الاناء اللي غادي نخليوها فيه حتى كتخمر، كندهنوه بالزيت وكنحطوا فيه العجينه ديالنا وكنخليوها حتى كتخمر. كنغطيو عليها وكنخليوها حتى كتخمر. من بعد ما اختمرت لينا العجينه ديالنا، كتختمر على هذا الشكل هذا، كنجيبوا اللاطه اللي غنبداو نديروا فيها الكريسات. كنكونوا دهنينها بالزيت، كنديروا شويه ديال الزيت في السلافه وكنبداو ندهنوا ايدينا بالزيت وكنديروا في الكرص. كنديرهم صغار، كنبداو نستفو فيهم في اللاطه. انايا هنا عندي هاد اللاطه كبيره. بعد ما سالينا الكريسات ديالنا كاملين كنبركو عليهم شويه، ما كنكرصهمش بزاف، غير شويه صافي، وكنغطيو عليهم وكنخليوهم حتى كيخمروا. بعد ما خمروا لينا الكرص ديالنا غنجيبو بيضه، نديرو فيها شويه ديال الروح ديال اللوز، شويه ديال الخل، وكنضربوها صافي. كنبداو ندهنو بها، كندهنوهم كاملين صافي. كنرشوهم بشويه ديال الزنجلان، كنديهم للفران. انا ديتهم للفران ديال الزنقه، كنرش عليهم الزنجلان من الفوق صافي وكنديهم للفران. بعد ما كيطيبوا، بعد ما جبنا اللاطه هي يلا جبناهم للفران، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيتحمروا من الفوق ومن التحت. راه كيجيو زوينين وخفاف في نفس الوقت، كيجيو رطبين. نحل معكم وحده باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. نتمنى من القرص ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه. شكرا على المشاهده.